مجال صناعة المحتوى ده من أكتر المجالات المظلومة، وأي حد بيشتغل صانع محتوى فدايما الناس بتبص له بصة غير ما هو الحقيقي عليه أو غير الواقع اللي هو فعلا بيعيشه. كل الناس بتبص لأي حد صانع محتوى بالأخص الصف إنه حياته كلها بس فقط إن هو بيسافر، لكن الناس مش بتحط في دماغها إن هو بيبقى تقريبا وهو بيسافر فهو بيشتغل في نفس الوقت، بيشتغل عشان يصور ويشوف اللوكيشنز ويشوف الأماكن اللي محتاج إن هو يصورها ويطلع منها محتوى مختلف، وهو بيسافر بيشوف عين يتبسط بيها والعين التانية علشان يصور بيها الفيديوز، وهو بيسافر بيحتاج ان هو ياخد وقت من يومه علشان يقعد يعمل فيه مونتاج 4 أو 5 ساعات في اليوم. الوقت ده ممكن يكون فيه ناس مسافرين حواليه سواء في هوستل او في مكان بيكونوا بيخرجوا وبيقضوا يومهم، وبالنسبه لهم مش بيعملوا اي حاجه غير ان هم بيسافروا. اللي بيسافر وبيعمل محتوى هو بالظبط كانه بيسافر وبيشتغل مع بعض. الموضوع بيبقى ممتع، ولكن في وقت معين بتفقد لذه انك انت بتسافر عشان تعمل محتوى. دي البروسيس الاولى. تاني بروسيس بقى اللي هو انت ازاي هتعرض ده للناس، طريقتك في الكلام. تالت حاجه جزء